تعالوا نسأل ولادنا إيه أكتر حاجة ممكن تفرحك؟ هيقول لي مثلاً لما تجيبي لي اللعبة اللي بحبها، أو لما اشتري لبس الكورة اللي بحبه، لما نطلب الأكل اللي بحبه. طب تخيل فرحتك قد إيه لما حد بيجيب لك الحاجة اللي بتحبها ونفسك فيها. نفس الشعور وأكتر بيحس بيه الشخص المحتاج لما نساعده، نديله أكلة حلوة كان نفسه فيها، أو لبس جديد للعيد كان بيحلم بيه. أما عن فرحتك أنت وأنت شايف الفرحة دي في عينيه، هتكون كبيرة وأكبر بكتير من إحساسك لما تاخد أنت الحاجة اللي نفسك فيها. ومش بس فرحة، ده كمان بركة في رزقك وصحتك وأجر وثواب عظيم عند ربنا. قال تعالى: وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ونعلمهم كمان شروط الصدقة، إننا ننفق مما نحب، يعني نقدم الأكل بشكل جميل والهدوم ما تكونش قديمة. ولازم نكون إحنا قدوة في العطاء، ناخدهم معانا ويشاركونا ويشوفوا فرحة العطاء بعينيهم ويتعودوا عليه. العطاء من القيم المهمة اللي بتعلم ولادنا الكرم والإحسان والإحساس بالغير والرحمة والتواضع والتعاطف، وكتير من القيم اللي لما نعلمها لولادنا هتأثر في نفسيتهم بإيجابية.